إمبابي يبدأ العد التنازلي بين التجديد والرغبة في الانتقال. السيناريو الكامل حول مصير اللاعب الشاب الفرنسي ذو 23 عاما. هل تمت الصفقة ب200 مليون يورو رسميا للريال، أم أن التجديد لعام مع باريس بات غريبا بسبب والدته؟ كل هذا وأكثر موضوع حلقتنا اليوم. قبل البدء في الحلقة ندعوكم أحبائنا الكرام للاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر اللايك. بدأت مسيرة إمبابي الحافلة بالإنجازات مع باريس بتاريخ 2017. استطاع خلالها أن يجذب العالم وريال مدريد بالأخص بأدائه الرائع داخل المستطيل الأخضر. النادي الفرنسي جدد العقد عام 2022 حتى صيف 2024. وعد باريس من خلال هذا العقد إمبابي الحصول على قائمة قوية من اللاعبين للمنافسة على الألقاب والحصول على مكافأة الخاصة بالعقد. وللآن باريس يتبقى له جزء من مكافأة الولاء والتي تبلغ حوالي 60 مليون يورو. لذلك وبحسب تقارير صحفية إسبانية إمبابي غاضب من إدارة باريس ويشعر بأنه تعرض لخداع من إدارة البي اس جي، ويظن أن النادي لم يبذل الجهد للحصول على قائمة قوية بما يكفي للمنافسة ولا حتى الحصول على ما تبقى له من مكافأته المالية حتى الآن. وبحسب شبكة ديفينسا سنترال الإسبانية بأن إمبابي سيحصل على مكافأته المالية في خلال هذا الشهر الجاري. ويشير بند العقد الذي تم في عام 2022 بأن النادي الفرنسي له خيار تفعيل التجديد لموسم واحد، وذلك بالاتفاق مع اللاعب. مع العلم أن كيليان إمبابي يرغب للانتقال لريال مدريد بشدة بعد 6 سنوات ارتكب فيها اللاعب خطأ كبيرا في ترك حياته المهنية تذهب من أجل والدته التي نظرت للمال أكثر من مسيرته المهنية. تبقى دقائق، ساعات، أيام، ربما أسبوع كحد أقصى للتحقق أخيرا من وجهة اللاعب المقبلة. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية كيليان رفض تماما فكرة تجديد عقده مع باريس واتخذ قرار الرحيل صيف 2024. لكن إدارة باريس تحاول إغناء اللاعب ل3 مواسم ب500 مليون يورو، وإن كان لموسم واحد فقط. تزداد مخاوف باريس من رحيل اللاعب الفرنسي مجانا. لذلك الأمير القطري ناصر الخليفي كان صريحا مع إمبابي حيث جدد تحذيره للاعب للتجديد أو الرحيل هذا الصيف. ويرى مراقبين أن الثلاثاء الموافق 18 من يوليو سيكون اليوم الحاسم لإمبابي، حيث أن رئيس النادي سيكون حاضرا في الحصة التدريبية استعدادا للموسم القادم. أما بالنسبة لريال مدريد فالنادي لا يريد الدخول كطرف ثالث وينتظر تطور الأحداث بين إمبابي وباريس، وبمجرد وجود اتفاق سيتحرك الميرينجي ويتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. ويعلم ريال مدريد بهذه الكواليس عبر والدة اللاعب التي تحافظ على اتصالاته بالبيت المدريدي، حيث نقلت والدة إمبابي لبيريس بأن اللاعب سينتهي به المطاف في صفوف ريال مدريد حسب صحيفة إسبانية. وتزداد رغبة اللاعب للمغادرة وعدم الاستمرار في الدوري الفرنسي لأنه بدأ يفقد أفضليته في العالم بسبب المنافسة المحتدمة مع هالاند لاعب السيتي وفينيسيوس جونيور مع الريال وكثير من اللاعبين الشباب. الإدارة الفنية للنادي الفرنسي بدت واضحة بأنها لا تريد لإمبابي البقاء إذا أراد المغادرة، حيث أوضح لويس إنريكي المدير الفني الإسباني الجديد بأنه يريد حل القضية قريبا ليكون قادرا على تشكيل الفريق، خاصة أن الفريق سيذهب لجولة يابانية في 22 من يوليو الحالي. إدارة باريس لم تبقى صامتة وأعلنت أنه في حال قرر إمبابي الذهاب فإنها
ستبلغ الأندية المهتمة بالصفقة لدفع 200 مليون يورو، وذلك حسب صحيفة سبورت الكتالونية. وأشارت الصحيفة أيضا أن البي اس جي تلقى عرضا من ليفربول. فسر البعض هدوء ريال مدريد في تعامله مع هذه الصفقة لتقليل قيمة الصفقة وإجبار باريس على خفض طلباته حتى لا يخسره مجانا. وبحسب خبراء الرياضة، الريال يخطط للتوقيع مع إمبابي ل4 مواسم، لذلك جمع بيريز رئيس النادي 630 مليون يورو لتغطية الراتب والعمولات والضرائب. ويرى البعض أن الريال يحتاج ل1 يورو ليتم كل ما يخص الصفقة. الأيام المقبلة كفيلة للتعرف على انتقال إمبابي للريال أم لا. اكتب لنا في التعليقات برأيك، هل سيتعاقد الريال مع إمبابي؟ ولا تنسى الاشتراك والضغط على زر اللايك لأننا سنوافي لكم كل التفاصيل.